اهلا بيكم في قناه جولدن ايرا موفيز. فيلم الليله هو فيلم ذا جريت وول. الفيلم ده انتاج 2016 وبطوله مات ديمون وويليام دافو وبيدرو باسكال وجينج تيان. تبتدي احداث الفيلم في العصور الوسطى بمجموعه من فرسان قبائل المغول وهم بيطاردوا 4 اشخاص في الصحراء لغايه ما الاربعه دول بيزوغوا من الفرسان في الجبل. وبنعرف حكاية الأربعة دول بالليل لما ويليام اللي بيلعب دوره الممثل مات ديمون بيقول لدوفار اللي بيقوم بدوره بيدرو باسكال إنهم يريحوا الليلة هنا وبكرة يتحركوا بعيد عن قبائل المغول ويتجهوا شمالا عشان يلاقوا الغبار الأسود السحري اللي شوية صغيرة منه ممكن تفجر قبيلة. وهنا زميلهم التالت بيقول لهم إحنا مش معانا أكل ولا أدوية ومسافرين في الصحراء بقالنا 4 شهور وفقدنا كل رجالتنا ومش فاضل غيرنا إحنا الأربعة، ومننا واحد مصاب ومحتاج راحة وأكل وعلاج. لكن ويليام بيقول لهم إننا هنريح شوية وبعدين هنتحرك. هوب بيحسوا بحركة غريبة حواليهم، وعلى ما بيشوفوا فيه إيه بيكون كائن سريع جدا هجم عليهم من غير ما يشوفوه وقتل أصحابهم الاتنين. وهنا ويليام ودوفار بيحطوا ظهرهم في ظهر بعض استعدادا للقتال. فجأة بيلاقوا وحش غريب بيهجم عليهم. ويليام قطع دراع الوحش ده بالسيف والوحش وقع من فوق الجبل. طبعا الدنيا ليل فما عرفوش هم ايه اللي هاجمهم ولا هم قتلوا ايه. وبيقرر ويليام انه ياخد دراع الوحش ده معاه عشان حد يقول له ايه الكائن ده، وخصوصا ان دمه لونه اخضر ولزج، حاجه عفشه قوي الحقيقه. والصبح وهم بيتحركوا هما الاثنين لقوا فرسان المغول بتطاردهم تاني وفضلوا يجروا بينهم بالاحصنه عشان يهربوا منهم لغايه ما لقوا نفسهم قدام سور ضخم جدا وعدد رهيب من الجنود. وهنا دوفار بيقول له هنعمل ايه؟ رد ويليام قال له اعمل زي بالظبط عشان نفضل عايشين، وقام جاي رامي سلاح ومستسلم. وهنا الجنود قبضوا عليهم واخدوهم جوه القلعه واخدوا كل حاجتهم ومنها دراع الوحش اللي محتفظ بيها ويليام. تدخل بنت لابسه زي عسكري ازرق اسمها القائد لين اللي بتقوم بدورها الممثله جينج تيان. ودوفار بيقول لويليام هنعمل ايه؟ قال له السلاح بتاعنا هناك على الترابيزه اهو، انا ههاجم دول وانت تقوم بشويه الحراس دول وانا هقوم بالباقيين. ورد دوفال قال له انت مجنون، نهاجم مين؟ انت شايف كم السلاح اللي حواليك ده؟ ولسه بيتناقشوا في الفكره لقوا القائد لين بتتكلم معاهم انجليزي وبتقول لهم لقيتوا الدراع ده فين؟ اتصدموا طبعا. ورد عليها ويليام قال لها احنا ما لقيناهوش، احنا قتلناه. فلين سالتهم قتلتوه فين؟ فرد ويليام قال لها انا قتلته على بعد يومين من هنا بالخيول شمالا. فترجمت الكلمتين دول للجنرال وقادة الجيوش وحكيم القصر اللي قاعد يبص للسيف اللي عليه دم اخضر لزج. وهنا القائد لين بتسالهم انتوا مين وبتعملوا ايه هنا؟ قال لها ويليام احنا تجار واتنصب علينا وبلا بلا بلا. قالت له انت كذاب، انتوا لابسين زي عسكري تحت هدومكم، انتوا هتتعدموا هنا. لكن القائد الاعلى قال لها اساليهم تاني الكلام ده من امتى؟ فرد عليها ويليام بان الكلام ده على مسيره يومين شمالا، عشان يبان عليهم القلق جدا من المعلومه دي لانهم كانوا مستنيين الهجوم ده بعدها ب9 ايام كمان زي ما القائد بعد كده قال له. والقاده كلهم بياخدوا الاصوات على اعدام دوفار وويليام، لكن حكيم القصر كان مصر ان وجودهم اهم من موتهم دلوقتي لغايه ما نعرف الحقيقه. في اللحظه دي بيدخل احد الحراس وهو بيصرخ ان جحافل الوحوش دي على مشارف الوصول للسور، لان جالهم تنبيه من القرى المجاوره ان الوحوش بتهاجمهم دلوقتي عشان يامروا بحبس ويليام ودوفار لغايه ما يشوفوا هيعملوا معاهم ايه. لكنهم في الاخر اخذوهم معاهم لسطح القلعه وهم مربوطين. ولاول مره بيشوفوا التشكيلات العسكريه المنظمه جدا للقلعه دي. ولفت نظرهم ان القائد لين مثلا قائد لمجموعه من البنات بيستخدموا برج عملاق بينطوا منه بالسلاح عشان يقتلوا الوحوش دي وهي بتحاول تتسلق السور، والبنات دي لابسه ازرق، في حين ان المشاة مثلا لابسين اسود وحمله السهام لابسين احمر. تنظيم عسكري رهيب. وهنا الحكيم بيرد على سؤال ويليام ان الكائنات دي اسمها تاوتي وهي وحوش منظمه جدا تتواصل مع بعضها بشكل غريب، وان الملكه الام للوحوش دي هي اللي بتديهم اوامر وهم كل دورهم انهم ياكلوا الملكه دي وهي تفرخ افراد جدد من التاوتي. وان الوحوش اللي بتهجم على القلعه دي بتهجم كل 60 سنه مره. تبدا تظهر الوحوش من بعيد لغايه ما بيملوا سفح الجبل تحت القلعه تماما. وبيبتدي الجنرال يدي اوامره للمجانيق والاسلحه بعيده المدى انها تصوب عليهم، وبيدي اوامره لفيلق الرافعات اللي القائد لين بتديره انه يجهز عشان نشوف بنات بينطوا من الارتفاع ده وهم مربوطين بحيث انهم يقتلوا الوحوش اللي بتتسلق السور دي. والحرب اشتدت قوي وابتدى عدد البنات اللي من فيلق الرافعات يقل والخسائر تزيد. وفي وسط كل ده ويليام ودوفار بيشوفوا شخص ابيض مستخبي على جنبه ويتفرج على الاحداث. وهنا ويليام بيقول لدوفار الشخص ده واضح انه مسجون زينا، لازم نعرف حكايته ايه. وبتظهر ملكه التاوتي وبيحاول الجنرال يؤمر الرومان ان هم يصوبوا عليها كور النار لانهم بيتفاجئوا ان التاوتي بيعمل حواليها درع بحيث ان هم يحموها.
وزادت أعداد التوطئة لغاية ما واحد من الوحوش دي قدر يتسلق السور ويوصل للجنود وابتدى يفترسهم. كل ده ويليام ودوفار مربوطين، والحارس بتاعهم سابهم وراح يدافع عن السور مع زمايله. وهنا ويليام نده الراجل الغريب ده انه يفك ايديهم ورجليهم عشان يهربوا او يدافعوا عن نفسهم. فعلا بيفكهم وبياخدوا سلاح وبيهاجموا وحش التاوتي، وبيركزوا ان هم يصيبوا عين الوحش لانها نقطه ضعفهم، وفعلا بيقتلوا اول وحش وبيهاجموا الثاني. ودوفار بيمسك وشاح احمر عشان يلفت انتباه الوحش، وبيستخبى وراه ويليام اللي بيقتل الوحش الثاني بالسهم في عينه، ووراهم الثالث لغايه ما ملكه التاوتي بتؤمر الجيش بانه ينسحب، وبتخلص المعركة على كده. والجنرال تشاو بيشكرهم على شجاعتهم. ويليام بيسأله هم دول هيرجعوا تاني؟ قال له وقريب جدا. عموما انتوا ضيوفنا النهارده. والجنرال امر الجنود انهم ياخدوهم يستريحوا في سكنات الجنود. وبالليل الجنرال تشاو واقف مع القائد لين على السور وبيقول لها الهجمه المره دي كانت شرسه. وفعلا الحكيم وانج كان عنده حق لما قال ان الوحوش دي بتتطور وانها بقت اذكى بكتير عن اخر هجوم من 60 سنه. وبتيجي الصوره على ويليام ودوفار وهم نايمين، ودخل عليهم الشخص الابيض ده عشان يصحيهم ويتعرف عليهم، وقال لهم ان اسمه بالارد. انتوا جايين ليه؟ رد ويليام قال له احنا جايين عشان الغبار الاسود. رد قال لهم وانا كمان كنت جاي مع شويه مرتزقه عشان الغبار الاسود من 25 سنه. رد ويليام ساله هو فعلا في غبار اسود؟ قال له هنا في كتير وموجود بكتير، وانا عارف مكان تخزينه كله، لكن انك تلاقي الغبار الاسود حاجه وانك تاخده وتخرج بيه من هنا حاجه تانية خالص. انا محبوس هنا من 25 سنه. عموما فرصه سعيده، وهم هيعاملوكوا كويس جدا، خصوصا بعد شجاعتكم النهارده. ومستحموا وغيروا على ما العشاء يجي وقته. وبتيجي الصوره على ويليام ودوفار داخلين القاعه الكبيره وهم نضاف وباين لونهم الاساسي في وسط قاده وجنود الجيش اللي قابلوهم بالتصفيق بحراره. ولين بتقول لهم ان الجنرال تشاو بيشكركم على شجاعتكم ومهارتكم في القتال وسعيد بوجودكم هنا. وبيجي القائد شين يقول له ان القوس بتاعك قديم قوي على مهارتك دي. فرد عليه وقال له ده احسن سلاح موجود في القاعه. والقائد لين بترجم الكلام ده، والقائد شين بيقول له طب ورينا مهارتك ولا خايف؟ فابتسم ويليام وشاور لدوفار عشان يساعده في عمل شو بالقوس والسهم، خلى القاعه كلها تسقف له. وبعدين ابتدى الاكل، ودوفار بياكل زي القطر، ويليام بياكل وبيتكلم مع القائد لين وهي بتقول له انت بتحارب تحت اي رايه؟ فقال لها لا انا بحارب عشان الطعام، وابتديت من اني بنظف ساحات الحرب ورا الجنود لمساعد فارس لفارس، وحاربت مع الانجليز ضد الفرنساويين، وحاربت الفرنساويين ضد الانجليز وغيرهم وغيرهم وغيرهم. فردت عليه قالت له انا ما اعرفش مكان تاني غير هنا، وهنا كلنا بنحب بعض وبنثق في بعض جدا. وبعدين قالت له تعالى عايز اوريك حاجه عند السور. وخرجوا سوا راحوا للسور، وبتوري له سلاح الرفعه اللي هي بتدرب البنات عليه، وبتقول له جربه. فبيقول لها لا انا بثق في نفسي بس عشان كده انا لسه عايش. فتقول له احنا هنا بناكل سوا وبنتدرب سوا وبنعيش عشان بعض لاننا عندنا مبدأ الثقة. وهنا هو قطعها ورد عليها قال لها احنا فعلا مش شبه بعض. وبالليل بالارد راح يتكلم معاهم ويقول لهم خطته للهرب بالغبار الاسود او البارود، وبيوريهم عينة من الغبار الاسود ده وان ازاي كمية قليلة قوي من المسحوق ده بتقدر تعمل بلاوي. خطتنا هتكون لما التاوتي تهاجم السور احنا هنهرب بعد ما ناخد البارود اللي يكفينا. وهنا بيدخل الحارس ويقول لهم ان الحكيم طالب يشوفهم، ولما بيروحوا يقابلوه بيسالهم عن الحجر الاسود اللي كان في شنطه ويليام، وبيقول له ان الحجر ده قد يكون السبب في انك قدرت تقتل التاوتي. فويليام بيساله ايه حكايه التاوتي بقى؟ قال له ان الاساطير بتقول ان هم نزلوا الكوكب ده عن طريق نيزك، وده كان غضب الهي من الالهه عشان كان عندنا امبراطور جشع جدا. مشكله التاوتي انهم كل اكلهم بيغذوا بيه الملكه بتاعتهم اللي بتقدر تتكاثر. وتخيل بقى ان العاصمه على بعد 800 ميل بس وبيسكنها 2 مليون شخص، يعني التاوتي لو هاجم العاصمه محدش في العالم هيقدر عليهم بعد كده. وفجأة الحراس بينادوا إن حرس البرج الغربي مفقودين، وبيجروا كل القادة عشان يشوفوا إيه اللي حصل، عشان يطلع إن 2 بس من التاوتي عاملين كمين وبيقدروا يسيبوا الجنرال شاو اللي إصابته كانت مميتة، وبيسلم مهام السور كلها للقائد لين المساعدة بتاعته وبيموت. وبعد انتهاء مراسم الجنازة بيقعدوا كل القادة مع مبعوث الإمبراطور ومعهم بالارد وويليام ودوفار عشان يتناقشوا في إيه الحل مع الوحوش دي. مبعوث الإمبراطور بيقول لهم ده تقرير معركة في غاية الأهمية من 900 سنة. من 900 سنة وحوش التاوتي هجمت القلعة الفلانية وقتلت أعداد كتيرة جدا من الجنود، لأنهم فجأة قعدوا هاديين ومستكينين جدا واحنا بنذبحهم لان كان في حجر زي ده بالظبط جنبهم. وعشان كده احنا بنظن ان التاوتي بيفقد تواصله وانتباهه، وان الحجر ده بيوقف التواصل بينهم وبين بعض تماما، ومن غير تواصل بيثبتوا في مكانهم تماما وما بيتحركوش زي الصنم. بس دي كلها تكهنات. فردت لين وقالت طب نتاكد من ده ازاي؟
وهنا اتسحب ويليام من لسانه وقال نصطاد واحد ونجرب عليه. فردت لين قالت له هنصطاده ازاي؟ مفيش شباك بتقدر عليهم. قال لها زي الحيتان، الحوت ده كائن اكبر من التوطئة 100 مرة، هنضربه برمح قوي يخترق العظم ونصطاده، والرمح ده يكون عليه مخدر. وبعد ما خلص الاجتماع دوفر مسكه على جنب اتخانق معاه، احنا عايزين نهرب، انت بتدبسنا معاهم ليه؟ احنا عايزين نخلع بالغبار الاسود في المعركة، اللي انت بتعمله في نفسك ده ليه؟ رد ويليام قال له ما ينفعش نسيبهم. قطع دوفار قال له لا هنسيبهم، تعمل نفسك عيان، تعمل نفسك ميت، تعمل نفسك جبان، المهم تخلع من الحوار اللي دبست نفسك ودبستنا معاك فيه ده. وطبعا بتيجي الصورة على ويليام واقف على السور مستني ينفذ خطة أسر الوحش زي ما قال، ومن ناحية تانية أصحابه الاتنين مستنيين يجي عشان يخلعوا. بالارد بيقول له دوفار صاحبك هيجي إمتى؟ بعد ما تضيع فرصة الهرب إحنا لازم نمشي ونسيبه. وهنا دوفار بيقول له ما ينفعش لأننا ببساطة محتاجين سهامه وقوسه ورمحه، عشان إحنا لما هنهرب هو الوحيد اللي هيقدر يحمينا ويهرب معانا. ومن ناحية تانية الوحوش ابتدت تهاجم السور فعلا، وفعلا اصطادوا وحش منهم وهو بيحاول يفك نفسه. وويليام بيقول للحراس اعزلوا عن بقية القطيع عشان محدش يفك أسره منهم. وبعدين بيرموا حوالين الوحش الأسير سهام من النار عشان تعزله، وهو بيقاوم بشدة. ولما ويليام بيحس إن الوحش هيفك بيقرر ينط من على السور عشان ينزل يهندل الوحش ده. ولين بتقول له خد السهام دي معاك، دي سهام بتعمل صوت وهي طايرة، وانت صوب على اتجاه الصوت. وبياخدها منها وبينزل للوحش في وسط ضباب شديد، وبيحاول يصوب على الوحوش اللي بتيجي عليه عن طريق التصويب على الصوت، لغايه ما بيتفاجئ بصاحبه دوفار جنبه على الارض بيساعده. وابتدى الجنود من فوق يرموا سهام عليها غبار اسود عشان لما التوطئ تاكلها تنفجر، لغايه ما اثروا الوحش والجنود فتحوا البوابه وانقذوا ويليام ودوفار وبيغمى عليه. ولما بيفوق بيلاقي لين جنبه، بتطمن ان هم بيعالجوه كويس، وبتطمنه انهم اثروا الوحش وان دوفار بخير. وبتشوف ظهره اللي مليان اثار لجروح قديمه. وبعدين سالته لين انت ليه نطيت من على السور؟ قال لها سنرين انا نطقتها صح، بمعنى ان انا نطيت وانا واثق فيكم، وانا نطقتها صح. قالت له انت نطقتها صح. وبتيجي الصورة على التوطئ محبوس في قفص، وأول ما قربوا منه الحجر الأسود اللي هو المغناطيس هدي وسكت وبطل يتحرك، عشان مبعوث الإمبراطور يأمرهم بتجهيز وحش للسفر للعاصمة بناء على أوامر الإمبراطور. وبتيجي الصورة على ويليام وهو بيشكر دوفار على إنه أنقذ حياته، لأن من غيره كان ممكن يموت. والمناقشة بتسخن لما دوفار بيقول له أنت فرحان إنهم شايفينك بطل ولين معجبة بيك؟ لا، انت حرامي وقطع طريق وهتفضل طول عمرك كده. لدرجه ان ويليام اتنرفز عليه وسحب الخنجر وكان هيقتله. هنا دوفار قال له الحمد لله على السلامه، انك رجعت تمسك سلاح تاني زي الغجر اللي انا وانت منهم. وسابوا ويليام ومشي. وبالارد بيقول لدوفار لو مش هيبقى معانا يبقى هيفتن علينا. قال له لا طبعا مالكش انت دعوه، نفذ خطتك وبس. وابتدى التوطئ يهاجموا السور تاني، ودوفار وبالارد بينفذوا خطه الهروب وبيفجروا باب مخزن البارود. وهنا بيسمع الانفجار ويليام وحارس امن. بيجري ويليام على صوت الانفجار عشان يقنع دوفار انه يستنى معاه لانهم محتاجين مساعدتهم. لكن بالارد عمل الدنيئه ورمى على ويليام شبكه صيد كتفته واغمى عليه وهم هربوا. وفي نفس الوقت لين وقادة الجيش اكتشفوا ان التوطئ كانوا بيعملوا تمويه، وان هجمات السور دي كلها كانت تغطية على انهم يحفروا في السور من الناحية التانية، وانهم دلوقتي في طريقهم للعاصمة، واننا حتى مش هنلحق نحذر العاصمة لان الطريق لهناك بياخد يومين بالخيول. لكن لين ردت وقالت طيب لو طرنا بالبالون او المنطاد هناخد وقت قد ايه؟ قال لها الحكيم 6 ساعات. بس رد عليها احد القادة قال لها البالون تجاربه ما خلصتش ولسه مش جاهز اننا نستخدمه. لكنها قالت لهم جهزوا البالون عشان انا هروح بيه العاصمة. من ناحية تانية في قصر الامبراطور بيطلع عيل صغير وفرحان بان هم اصطادوا له توطئ وبيتفرج عليه. وبتيجي الصورة على ويليام وهو مقبوض عليه من الحرس وواقف قدام القائد لين، وهي بتقول له انت شريك في جريمة السرقة والهرب. بيقول له لا انا كنت بمنعهم، ولو انا معاهم طب انا ما هربتش ليه؟ وهي بتقول له انت كذاب، ولو مش انا الجنرال كنت قتلتك بايدي. لكن فجأة حارس الامن اللي شاف الحوار كله وقف قدام القائد واقسم بان ويليام كان بيحاول يمنعهم وان هم غدروا بيه. وهنا لين امرت الحرس انهم يحبسوه وان الفرسان يطلعوا يطاردوا الجناوي ويجيبوهم. تيجي الصورة على دوفار وبالارد وهم بالخيل ومعهم كمية البارود اللي سرقوها. وبالارد بيقول لدوفار اطلع على التبة اللي هناك دي شوف نمشي كده ولا كده. واول ما دوفار نزل من على الحصان وطلع التبة، بالارد اخذ كل الخيول وهرب وساب دوفار في الصحراء لوحده. تيجي الصورة على الحراس وهم بيطلقوا سراح ويليام، وحكيم القصر بيقول له ان اوامر القائد لين ان هم يطلقوا سراحك وخد معاك اللي انت عايزه. فبيقول له وهي فين؟ قال له طارد بالمنطاد عشان تحذر الامبراطور لان التوطئ في طريقهم للعاصمة. ويليام بيقول له يعني مفيش حلول؟ قال له الحل الوحيد يا نقتل الملكة التوطئ او نموت كلنا. وهنا ويليام بيقول له انا مش هسيبكم،
وبياخد المنطاد هو وحكيم القصر والحارس معاهم عشان يلحق يوصل للعاصمة قبل التوطية. ومن ناحية تانية الإمبراطور العيل قاعد بيعمل تجارب إنه يبعد الحجر الأسود المغناطيس قد إيه عن القفص عشان يشوف تأثير ده على الوحش، لكن الوحش أول ما بعد المغناطيس عنه فاق وهاج وبعت إشارة للملكة الأم اللي بعتت إشارة لكل التاوتي بأنهم يغيروا طريقهم للقصر مباشرة. تيجي الصورة على ويليام من فوق وهو شايف جحافل الوحوش دي تحت على الأرض والخراب والدمار اللي تحت. من ناحية تانية بالارد وقع في إيد قطاع الطرق واخدوا كل اللي معاه وهو مربوط وبيحاول يفهمهم ان البتاع اللي في ايديكوا ده خطر جدا، لغايه ما كوره بارود وقعت في النار وفجرتهم كلهم. وبتوصل لين بالمنطاد فوق القصر، لكن بعد فوات الاوان والتاوتي خاربين الدنيا حوالين القصر وبياكلوا الاخضر واليابس وبيقع المنطاد بتاعها والوحوش بتحاصرها، لكن ويليام بيوصل في الوقت المناسب وبينقذها. وبيشوفوا من فوق منظر الملكه الام وهي بتاكل، وحكيم القصر بيقول انها فرصه اننا نقتلها وهي بتاكل. وبينزلوا فوق قاعه الحكم وبيدخلوا الامبراطور اللي مستخبي تحت العرش وبيقولوا له اننا عندنا خطه للقضاء على التاوتي. ازاي؟ قال له حكيم القصر احنا هنلغم الوحش المحبوس ونطلق سراحه، ولما يوصل للملكه نفجره، وهنستخدم الانفاق اللي تحت القصر عشان نقدر نبقى بعيد عن بقيه الوحوش لغايه ما نحرر الوحش ده في وسطهم. فعلا قدروا يعملوا كده، وبقى ناقص لهم خطوه واحده بس انهم يطلعوا على ارتفاع عالي عشان يصوبوا على الملكه السهام من فوق. والسهام دي هيبقى دورها انها تفجر البارود الملفوف حوالين جسم الوحش اللي احنا فكينا اسره عشان يروح للملكه. والتاوتي بتهاجمهم وبتاكل حكيم القصر، وبيحاولوا اول مره لكن حشيه ملكه التاوتي بتصد اول محاوله، بيطلعوا لمكان اعلى وبيحاولوا تاني وبرضه بيفشلوا لغايه ثالث مره ونجحوا فعلا في تفجير الملكه الام، واللي بعدها تحول كل الوحوش لتماثيل ميته فعلا. وفعلا بينقذوا العاصمه او اللي فضل منها بقى، وبيرجع ويليام للسور زي الابطال وبيلاقي صاحبه دوفار محبوس بعد ما جنود السور عثروا عليه. وبيدخل ويليام على صاحبه وبيقول لدوفار انت طبعا جاي تشمت فيا بعد ما بقيت بطل. قال له ما انت اخر مره سبتني وانا كنت بموت. قال له ما المره اللي قبلها انا اللي انقذت حياتك. قال له عموما انا الامبراطور خيرني اني اخد كل البارود اللي انا عايزه واداني حاميه من الجنود تحميني طول طريق العوده بتاعي، او اني اخدك انت معايا. فرد دوفار قال له والنبي قول لي ان انت اخترت البارود. رد قال له لا انا اخترتك انت. وفك قيوده وهم خارجين لقوا القائد لين اللي جايه تشكره وتسلم عليه وتقول له انت اخترت صديقك مبروك، وهو بيقول لها انت بقيتي اكبر القاده في الامبراطوريه مبروك. وبتيجي الصوره على ويليام ودوفار ومعاهم الحرس وهم خارجين من السور ولين بتبص عليهم من فوق السور. ودوفار بيقول له طبعا انت عايز ترجع لها تاني. ويليام بيقول له بصراحه بس المشكله انا خايف عليك من قطاع الطرق تاني. بيضحكوا قوي وبتنتهي احداث القصه على كده، واشوفكم في فيلم جديد.